الأسباب الأساسية اللي بتخلي العلاقة الحميمية ما تشتغلش، وده بيؤدي إلى الخيانات من أي شكل من أشكالها، عشان ليها أشكال كتيرة قوي. في صنف من الرجالة طريقة تعبيره عن الحب، وده الشائع، بالأفعال. يعني يحب يعمل حاجات لمراته، يحب يديها حاجات، يجيب لها حاجات، يسمع أي حاجة هي محتاجاها يجيبها لها. دي طريقة حب جميلة قوي. وفي واحد راجل تاني طريقة حبه ان هو يسمع معاها كلام حلو ويسخن ودانها قوي ويقعد يقول لها هي حلوة قد ايه، ويتغازل فيها ويفتح لها باب العربية ويسأل عليها الصبح ويسأل عليها بالليل. ولكن في الحياة الشخصية ما عندوش طموح، مش ناجح قوي، يمكن يكون دخله اقل من دخلها. تلاقي البنت محتارة بين ده وبين ده. انا عايزة اتكلم على الظاهرة دي. انا كبنت انا محتاجة اتعلم حاجة، والرجالة دول محتاجين يتعلموا حاجة تانية. البنت اللي بتسمع كلام الحلو وبيدفي قلبها ومتخيله ان ده كفايه وتخليها متشحططه بين الراجل ده والراجل ده، الراجل اللي بيسمع الكلام الحلو ده دايس على زرار العاطفه اللي نقصت في بيتها. الرجاله اتربت على انها تعبر بالطريقه اللي ما فيهاش الاحساس، اللي فيها الافعال، فهي ناقصها ده. ولو ماما كمان ناشفه شويه ولا بارده شويه ولا كان عندها ام ولا اب ما حضنوهاش قوي، فهي ناقصها ده. فالراجل ده دايس على الزرار بتاع الحته اللي ناقصه جواها. يعني احنا بنتكلم على احتياجات عاطفيه غير ملباه. خلينا نقع في فخ اللي بيحاول يضحك علينا بكلمتين حلوين، اللي بيقول كلام كتير يقولك انت وحشاني، انت حلوه، انت عجباني، انا بفكر فيكي، انا النهارده لما صحيت مش عارفه ايه. لكن فعله ما بينزلش عشان يشوفك، بينزل عشان يشوف صحابه. تفهمي انه الكلام الحلو محتاج يبقى وراه افعال تسنده. دوري بقى الافعال دي موجوده ولا مش موجوده قبل ما تتجوزي عشان ما تتلطيش. ناخد الراجل التاني. الراجل التاني عنده افعال حلوه ولكن ناقصه انه يعرف يقول كلام حلو. الراجل ده محتاج يفهم ان الست عامله زي الورده يا جماعه. الست بطبيعتها محتاجه اللغه اللي فيها الكلام، مش كلام فاضي. كلام فاضي بمعنى مش كلام ما فيهوش وراه افعال. واحد راجل عنده كلام اللي ما عندوش افعال، واحد راجل عنده افعال اللي ما عندوش كلام. الراجل اللي عنده الافعال عنده الحته الاساسيه، لكن ناقصاه الحته العاطفيه. الرجاله ما اتعلمتش ازاي تعبر عن مشاعرها ولا تحس بيها عن طريق الاحاسيس. ولكن لما واحد راجل تاني يقول له كلمتين حلوين او مديره يقدره في البنك هو بيفهم ده. فانا محتاجه الرجاله في حته مراتاتهم اللي عندهم القدره ان هم يدوا الحب عن طريق العطاء المادي والافعال، يفهموا ان الست محتاجه العاطفه، عشان الست بطبعها عاطفيه.